تختاري نفسك واللي جواكي. بتقدر تقارني بحد ان هو راجل وانا بنت. ما تكمليش الحلقه. فانت لو عايزه تفضلي جدعه ومضحيه هتكوني قليله الاصل. الكبر اللي قدامها هيحترم حدودها. مش لازم تبقي بتموتي. تربينا ان الراحه دلع وانانيه. انت ب100 راجل وبتفقدي طاقه الانوثه بتاعتك هبله وبتستحملي. جدعة. لا ازعلين. شيل بيشيلوه اكتر. ازاي جدعة هتقدري. تحتيات. التضحيات. تحية البتاع هتفصل واحنا هنفصل. فعلا. متحمسه للحلقه اهم حاجه. متحمسة طبعا. متحمسه طبعا. مش جاهزة مقدر على الضحك بتاع عمو ده. كلم زمان. دي ناس والله يا عم. بجد؟ خلاص اهو ماشي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست لا تعلى الريحه مع ساره معتز، كل يوم جمعه الصبح. كلكم سمعتوا وانتوا صغيرين ده بنت خالتك جدعه و100 راجل، مش زيك على ايديك نقش الحنه بتقعدي وبتدلعي. ليه بنتك دلوعه كده؟ ليه بنتك مش حركه وبتساعد؟ كل ده سمعناه، وبقى البنات تسعى ان هي تبقى ب100 راجل وتغير فطرتها وتبطل وتتكسف من لقب دلوعة وتتباهى بكلمة راجل. معانا النهاردة ضيفة غير متوقعة وهنشوف معنى الكلام ده عندها ايه. معانا لولي محمد عطية. اهلا وسهلا يا استاذة. الحمد لله. ايه اخبار؟ كويسة. ايه انطباعك عن الحلقة النهاردة؟ كويسة. كويسة ان شاء الله. قولي ايه هاي لجمهورك. هاي. عاملة ايه يا لولي؟ الحمد لله. مرتاحة؟ اه. مبسوطة في حياتك يا لولي؟ ايوه. قولي يا لولي، نعم. لو حد طلب منك حاجة ممكن اعملها له عادي. ممكن تعمليها له عادي؟ طب لو حد قالك شيلي كيس تقيل قوي 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 هتعرفي تقولي له لا؟ ممكن. ممكن تقولي له لا ايوه عشان هو تقيل عليا. عشان هو تقيل عليكي. طب لو حد قالك ايه ده انت هتدلعي هتشيليه؟ لا طبعا تقيل. تقيل. نعمل ايه بقى؟ تقيل غصب عنك. ايوه. فهنا لازم نقول لا. لا طبعا. طيب انت في حد قالك قبل كده يقول انت جدعه؟ ايوه. لما بتعملي ايه بيتقالك انت جدعه؟ بساعدهم وبصالح حد وبفضل بشيل معاهم. افضل اساعدهم كلهم كده. يعني لما اللي حواليكي بيشوفوك ان انت تعبانه ومش قادره لولي بتنهج دي جدعه بيقولوا كده؟ لا امال بيقولوا لي اللي انت هتقدري و ازاي جدعه هتقدري بتعملي ده. طب انت بتحسي بايه؟ بتحسي انك مبسوطه من الكلمه دي؟ شويه. شويه. طيب ساعات كنتي مش قادره تعملي حاجه وعملتيها عشان ماما تتبسط او تيتا تتبسط ويقولوا عليكي ده لولي شطوره وجدعه، عملتي كده قبل كده؟ انت شايفه ان ده صح ولا شايفه ان ده غلط؟ ده صح. ده صح. طب انت لو حد قال ده لولي دي دلوعه مش بتعرف تشيل حاجه هتزعلي؟ لا ازعلين. امال هتحسي بايه؟ هقول لك خلاص انا مش هكلمك تاني. ليه؟ عشان هو اللي قال لي كده. يعني انت شايفه دلوعه دي كلمه مش حلوه؟ ما اعرفش. ما تعرفيش؟ طب لو انا هخيرك بين كلمتين ماشي. هقولك تختاري تكوني دلوعه ولا جدعه و100 راجل؟ جدعه. ليه؟ عشان انا بساعد الناس. بتساعدي الناس، بس انت شايفه انك مش حلوه تكوني دلوعه صح؟ وهو ده اللي بيترسخ في دماغ الاطفال البريئين اللي زي دول، فاهمين ان كلمه جدعه هي اللي بتكون الشاطره اللي ايه كمان اللي ست راجل واللي بتساعد واللي ما بتحبش تقول لا. انت لما بتقولي لا لحد تحسبي يتضايق صح؟ لكن لما بتقولي دايما بيكونوا مبسوطين منك. صح. طيب يا لولي، عمر حد قالك ايه ده بصي بنت خالتك جدعه ازاي وبتساعد وبتشيل اعملي زيها يا لولي؟ لا. ما حصلش كده قبل كده؟
ايه اللي حصل؟ بتبدأ تقارني بحد. ايوه. شوفي اي حد في الشارع بيعمل ايه وكده، وصل بنات خالتك وكده بس. فانت بتحسي انك عايزه تعملي زيهم وتعملي اكتر، ايوه. تساعدي اكتر حتى لو انت تعبانه، صح؟ اللي هو عشان ما تتضايقوش مني. اوكي، ده كلام طفله اهو. اثبات على ارض الواقع. لولي محمد عطيه. هنستأذن لولي في الفقره دي، وكده اخدنا شهادتها اللذيذه، وهنجيبها معانا تاني في اخر فقره في الحلقه وبس. ثانك يو يا لولي على كلامك اللذيذ. استناكي في اخر الفقره ان شاء الله. ليه البنت اللي ب100 راجل واللي جدعه واللي بتيجي على نفسها وبتتحمل فوق طاقتها معظمه والمجتمع بيحبها جدا؟ عارفين ليه؟ عشان انتي اسفه هبله وبتستحملي. قيمتك بتاخديها من ان الناس يوصفوكي بصفه هي صفه اصلا رجاله. واتمنى اللي بيسمعوني ما يخلطوش ما بين انك تكوني شخص هيلبفل وبيساعد اللي حواليكي ورحيمه وبتحبي تبقي معطاءه بقدر. كل حاجه الوسطيه فيها والبالانس كويس. اول حاجه، عمرك فكرتي لما انت بتيجي على نفسك وبتتعبي وبتشقي وبتتحملي فوق طاقتك انت بتستفيدي ايه؟ مين بيستفيد؟ هما اللي بيستفيدوا من عطائك ومن مساعدتك ومن ان انت بتتعبي، لكن هما مرتاحين وانت يا عيني عليكي بتتحملي فوق طاقتك وبتفقدي طاقة الأنوثة بتاعتك علشان خاطر في الآخر هما يقولوا عليكي جدعة. فهما اللي بيستفيدوا منك، أما انتي بتضحي بنفسك وبطاقتك وبقوتك عشان تهربي من لقب دلوعة وتبقي راجل. انتي مستوعبة انك بتسعي عشان يبقى اسمك راجل، وانتي ربنا خلقك بنت جميلة، كائن ضعيف رهيف قلبه اللي بيتحكم فيه، ما عندوش قوة بدنية زي الراجل تتحمل الشقة والتعب. للأسف كلنا بلا استثناء تربينا ان الراحة دلع وأنانية، وان الشقة والتعب جدعنة وشطارة وحاجة جميلة، حاجة كنا بنسعى ليها. كلنا واحنا صغيرين قارنا ببنت خالتنا وبنت صاحبة ماما وبنت مش عارف ايه، دي جدعة وبتشيل وبتعمل. ليه البنت اللي شكلها تعبان واللي بتفضل تنظف او تعمل مشاوير للناس او تعمل اي حاجة تيجي عليها وعلى صحتها الناس تقول ما شاء الله عليها، قد ايه البنت دي جدعة وبتيجي على نفسها عشان الكل؟ لا، انتي ما ينفعش تيجي على نفسك. ساعدي الناس، كوني معاهم، كوني وسط اللي بتحبيهم وخليكي معطاءة، ولكن ابدا ما تجيش على نفسك. اعرفي حدودك، دي الانوثة الصح، انك تكوني بتساعدي وبتبقي معطاءة ولكن عارفة حدود نفسك كويس، عارفة امتى تقولي لا وعارفة امتى تقولي ايه اللي قدرتك تتحمله وايه اللي طاقتك تتحمله. انت متخيلة ان انت تثبتي نفسك بمقدار التعب اللي انت تعبتيه وبقد ايه انت مهدود حيلك وجسمك متكسر سواء من لف المشاوير لحد، سواء من تنظيف في البيت، سواء من مساعدة غيرك. انت كده بتحددي قيمة نفسك. انت متخيلة حبيبتي اللي بيشيل بيشيلوه اكتر، والدلوع لتر اللي بيدلعوه اكتر. دي دلوعة، دي ما بتعملش حاجة، دي حتى في البيت ما بتعملش حاجة عندنا. ده اللي بيتقدر، اللي عارف حدود نفسه كويس. الأنوثة قوة حدود، تقدري تقولي لا امتى وتقولي امتى، تبقي عارفة مقدار الطاقة بتاعتك وقوتك ايه اخرها. كل حد فينا ليه ليميت معين. خليني اقول لكم كده comparison بسيط، ايه هي الجدعنة وايه هي الأنوثة. الجدعة اللي بتيجي على نفسها، اللي بتتحمل فوق طاقتها، اللي بتضحي عشان الناس وعشان اي حد. اني اتكسف اختار نفسي واتحرج اقول لا عشان اللي قدامي ما يزعلش مني وما احسش في عينيه نظرة خذلان وانه كان نفسي تعملي انت ازاي ما بقيتيش جدعة كده زي الاول. الانوثة الصح مش من وجهة نظر المجتمع اني اقول لا طول ما الحاجة دي فوق طاقتي، اني اعرف حدود نفسي كويس، اني ما اجيش على نفسي عشان حد، اني ما ضحيش بنفسي علشان خاطر الناس ترضى عني والمجتمع يشوفني كويسة، واني اساعد وانا قادرة، ولما اقول لا من غير ما احس بالذنب، واني لما اختار نفسي
اختارها من غير مبرر. يعني مثلا سارة بليز ينفع تيجي تشيلي مش عارف ايه، مش لا والله اصل انا تعبانه واصل انا ايدي فيها كسر وجرح. مش لازم تبقي بتموتي عشان تبرري بتقولي لا انا ده تقيل عليا. المهمه اللي انت عايزه تخليني اعملها دي سوري بره عن قدرتي، بره عن قدراتي، انا ما اقدرش، مش في السكيلز بتاعتي، انا حاليا مش فاضيه. اعرفي تقولي لا امتى. الجدعه برضو ما بتعرفش تقول لا حتى لو هي مش فاضيه، ممكن تلغي مشاورها وتلغي نفسها وما تبقاش priority واولويه علشان خاطر اللي قدامها. اما اللي عندها طاقه الانوثه مظبوطه بتعمل ايه؟ بتعرف تقول لا من غير ما تفضل تدي مبررات، عشان هي عارفه حدودها كويس وهتجبر اللي قدامها يحترم حدودها. انت مش المفروض تثبتي للمجتمع اي حاجه، انت كفايه. وعايزه افهمك ان الانوثه مش نقيض الجدعنه، بس الجدعنه الصح مش من وجهه نظر المجتمع. انا بعد الحلقه دي اضمن لك انك هتكوني قليله الاصل ومش جدعه. فانت لو عايزه تفضلي جدعه ومضحيه وبنت ب100 راجل وبنت اصول من وجهه نظر خاطئه للمجتمع، ما تكمليش الحلقه. بعد الكلام ده انا كنت سايبه لولي جنبي، ولولي هنا مثال للاطفال بجد اللي لسه طالعين جداد، اللي برضو المجتمع بيحط في بالهم انك تبقي جدعه و100 راجل ده احسن بكتير من انك تبقي دلوعه وبتساعدي على قد طاقتك. فاحنا هنجيب لولي تاني ونشوف رايها اقتنعت برايي ولا لا، ومش هعمل كت. تعالي يا لولي. اهلا بيكي مره تانية يا لولي، نورتينا وشرفتينا. سمعتي كلامي؟ طب ايه رايك فيه؟ كويس. لا بجد والله كويس. فانت شايفه يعني مقتنعه بيه ولا شايفه ان دي حاجه مش صح اللي انا بقولها؟ حاجة صح. حاجه صح. طب انت بعد الحلقه دي لو حد قالك يا لولي خليكي جدعه وشيلي بقى، شيلي مع اخوكي الولد وشيلي كذا كيس، لا انت جدعه وتقدري وانت مش قادره، هتقولي ايه؟ قال لك لا انا مش هقدر عشان هو راجل وانا بنت. برافو عليكي. لكن لو حاجه كويسه وقد طاقتك وتقدري تشيليها هتشيليها؟ برافو عليكي. دلوقتي بعد الحلقه دي حد يقول لك لولي جدعه ب100 راجل ولا لولي بنوته جميله رقيقه وبتساعدنا؟ بنوته رقيقه وجميله وبتساعدنا في نفس الوقت وبتعرف يعني تقول لا. اسمها دلوعه. ايوه ماشي، ده الصح. يبقى انت بعد كده صحابك هتعلميهم الكلام الحلو ده، ولما حد يجي يقول لك شوفي بنت قريبتك دي بتساعد ازاي وبتشيل كتير، هتردي تقولي له ايه؟ هقول له فكره مش قد المسؤوليه، انتوا رجاله وانا بنت. برافو عليكي. وهتعلمي صاحبتك دي ايه؟ هقول لها احنا بنات ما ينفعش نشيل حاجات تقيله، الولاد بس هما اللي يشيلوا حاجات تقيله. برافو عليكي. يبقى دلوقتي يا لولي كلمه 100 راجل دي بالنسبه لك حلوه ولا وحشه؟ بالنسبه لي وحشه. اخر كلمه ليه بقى بالنسبه لك وحشه؟ بص لهم قولهم. عشان هما ولاد، احنا بنات مش لازم نشيل حاجات تقيله، لازم نشيل حاجات خفيفه على قدنا. برافو. كده تبقى الحلقه خلصت. لو الكلام ده لمسك شاركي الحلقه دي مع صاحبتك او مامتك او اي حد محتاج يسمع الكلام ده، اعتقد ناس كتير قوي محتاجه تسمعه. وقوليلي في الكومنتات امتى اخر مره اخترتي نفسك وقلتي لا وحسيتي بالذنب. وقولي لو الحلقه دي اثرت معاكي ولا لا. وبليز بطلي تبقي مشروع التضحيات اللي المجتمع بيحبه. اختاري نفسك. اختاري نفسك واللي جواكي. ايوه يا لولي، برافو. اشوفكم في حلقه جديده من بودكاست لا تعلى الريحه مع ساره معتز كل يوم جمعه الصبح. او كسكليا